يا أهلين، كيف الحال؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير يا رب. وأخيرا نزلت الفيديو اللي من زمان صورته، والحين هذا الوقت اللي أنزله. هذا الفيديو عبارة عن هدايا تخرجي راح أفتحها معاكم. يلا نبدأ. راح أفتح هذا أول كيس اللي هو فيه له شمعة. أتوقع هذه الهدية صاحبة أختي عطتني إياها، الله يسعدها يا رب ويسلموا على الهدية الحلوة. والشمع مرة ريحتها ما شاء الله حلوة تجنن. وهذه ثاني هدية اللي هي اللي هو عطر، شايفين شكله ما شاء الله. وهذه ثالث هدية أتوقع أيوة هذه الهدية أختي أهدتني إياها. هذا فيه له عطر وداخله عطر مغلف شوية، راح أفتحها معاكم. وهنا هذه ثاني هدية اللي هي كوب ينفع كذا للقهوة حقت الصباح، مرة شكله حلو ما شاء الله. هذا العطر راح أفتحه، شايفين شكله ما شاء الله، حتى ريحته حلوة ما شاء الله لما أبخه كأنه ريحة ورد كذا. هذه رابع هدية برضو أختي عطتني إياها، اللي هي باقة ورد بس ذبلت عشان كم يوم خليتها. وهذه هدية صاحبة أختي عطتني إياها، ما شاء الله شكلها يجنن. خليت الورقة هذه مدري لين مفروض أطلعها بس خلاص. شايفين الكاب حق التخرج. هذا كل الهدية دي نصها ما استخدمتها وكلها حطيتها فوق الدولاب تقريبا، بس ما شاء الله مرة تجنن. هذه الشنطة كلها احتفظت فيها فوق. أنا من النوع من الناس اللي تحب تحتفظ في الأشياء، سواء هدايا يعني في وقت معين أستخدمها، بس أحب هذه الأشياء. شوفوا هذا الطوق ما شاء الله يلمع، أحب مرة الأشياء اللي تلمع على اليد، يعني تطلع على يدي ما شاء الله حلوة مرة. وبس يسلموا على الهدية. هذه شمعة كذا ريحتها حلوة، بس إلى الآن أيوة صح هذه الشمعة خسارة اتكسرت للأسف، اتكسرت شكلها طاحت بالقوة واتكسرت، بس عادي يعني، ما إني كنت مرة نفسي أشغلها هذه الشمعة بس اتكسرت وراحت خلاص. وبس يسلموا على الهدية سوز. وهذه هدية من أختي اللي هي عطر وشوز. الحين هنا قاعدة أفتحها، معقدة مرة لما جيت أفتحها مو هي راضية تتفتح. هنا قصيت الفيديو لأنه الفيديو مرة طويل كان. وهو هذا شكل العطر، ريحته مرة حلوة، ريحة فانيلا، أصلا هو مكتوب عليه إنه فانيلا، مرة ريحته تجنن. وهذا الشوز قاعدة أفتحه، أهم شي قاعدة أفتحه بترتيب عشان التصوير. شايفين شكل الشوز مرة شكله حلو، مع إني ما أحب اللون الأحمر، يعني مو مرة مودي الأحمر، بس يسلموا. هذه الهدية أختي عطتني إياها أتوقع، قاعدة أقول أتوقع لأني نسيت قبل كم شهر، بس شكرا يعطيهم العافية ومرة فرحوني، الله يسعدهم يا رب. وهذه أكبر هدية أهدتني برضو إياها أختي، كان هنا في الوسط في كيكة
بس الكيكة قطعناها، ما صورتها لأنه الكيكة طاحت في السيارة وانعدمت، بس في صور لها شكلي راح أحطها هنا، مرة شكلها حلو. وهذه صديقتي من المدرسة عطتني إياها وحاطة فيها اسمي، شايفين شكلها المراية مرة تجنن ما شاء الله، مرة حلوة كيوت. حبيت إني أحطها في الطاولة عندي في الغرفة لأنها مرة تجنن. وكذا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم ومع السلامة.